مباشرة بعد انتهاء البطولة الاحترافية استأنف نصور رجاء التدريب بمركب الوزيز، والموعد هذه المرة سدس عشر الكأس الفضي. القرعة وضعت الرجاء في منافسة قوية أمام الدفاع الحسني الجديد. الطاقم التقني للفريق برمج حصص مسائية قبل موعد الإفطار في الشهر الكريم. الحصص تعرف مشاركة جميع اللاعبين باستثناء المصابين وأول الذي غادر صوب غانا الأسبوع الماضي. الموعد المقبل إذا ذهاب سدس عشر كأس العرش بملعب العبدي مساء الأحد أمام دفاع الجديدة، في حين الإياب لم يتأكد بعد مكان إجراء، فسيحقق أبناء الطاوسية التأهل للدور الموالي، خصوصا وأن الكأس والبطولة المقبلة هم مواعيد النصور للموسم المقبل بعد الفشل في تحقيق الرتبة الثالثة للتأهل لكأس الاتحاد الإفريقي.